فيلم النهارده بعنوان هاكا، ومعنى الجملة دي يعني قطعة من الحبل. فيلا من غير تأخير نبدأ القصة بتبدأ من قرية اسمها ناجي كوبالو، ودي قرية صغيرة متحوطة بالغابة. بس للقرية دي حكاية غريبة جدا، وهي ان كل ما يتولد طفل هنا ست في القرية بتموت، والست دي يا اما بتبقى جدته من ناحية ابوه يا اما من ناحية امه. وكمان ما بتموتش موتة عادية، لا دي بتموت موتة بشعة جدا. وهنا بنشوف واحدة ست رقبتها مربوطة بتتجرجر على الأرض، وبعدها بتتعلق على شجرة بيولعوا فيها. بس مين اللي بيعمل كده؟ محدش عارف، ده بني آدم ولا شبح ولا كيانته ايه بالظبط. المهم تاني يوم الناس بتصحى بيلاقوا الجثة متفحمة ومتعلقة، بس ما بيكونوش قادرين يحددوا دي جثة راجل ولا واحدة ست. وفي بيت من بيوت القرية بيعرفوا إن واحدة كانت ضايعة من امبارح، فساعتها بيتأكد إن الجثة دي جثتها. ودلوقتي بيسألوا نفسهم اللي بيحصل لنا ده ايه؟ نوع من الدين أو الكفارة، ولا في حد بينتقم منا؟ المهم الموضوع ده بيحصل في القرية من سنين، والنهاردة واحدة تانية تضحى بيها. فالمرة دي أهل القرية بيعملوا اجتماع، وابن الست اللي ماتت كان عمال يعيط، وعمدة القرية بدل ما يطبطب عليه ويهديه قعد يلومه يقول له احنا اتكلمنا كتير وانتوا ما سمعتوش الكلام، وابوك ماضى هو المسؤول عن اللي حصل. احنا عارفين القصة من بدري، ان كل ما يتولد طفل في القرية يا جدته من ناحية الاب او من ناحية الام بتموت بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وعلشان كده اول ما الطفل بيتولد احنا بنبعت جدته اللي هي ست البيت او نانته، وبنخليها في المكان المقدس اللي بره القرية، وده علشان تبقى في امان. ومع انكم عارفين الكلام ده يا ماضى، ليه جبتوا الست دي للقرية؟ بس ماضى ما كانش راضي يعترف ان الغلط غلطته، وقعد يلوم في ابنه ويقول ان هو السبب. هو راح قال لامه ان البنت المولوده شكلها شبهها بالظبط، فهي ما قدرتش تمسك نفسها واصرت انها تشوف البنت، فعلشان كده انا جبتها القريه علشان تشوف الطفله. وواحد تاني من اعضاء المجلس قال له هو انت ما عندكش عقل خالص؟ كنت انت خد لها الطفله وخليها تشوفها، جبتها انت ليه على القريه؟ احنا حذرناك وانت استهترت بالتحذير، وعلشان كده ده حصل. والعمده كمل كلامه وقال شوفوا انتم تصدقوا وما تصدقوش دي مش مشكلتنا، بس اللي لازم تعرفوه اللي بيحصل ده من ايام جدودنا وهو مستمر، فاتمنى من كل واحد يتبع التعليمات. وهنا واحد من الناس بيقول له في حاجه انت مش واخد بالك منها، مش لما طفل بيتولد الست بتموت، الطفل ده لازم أن يكون بنت وساعتها بس ده بيحصل. بس هنا واحد اسمه بندي رد عليه وقال له ده كلام فاضي، الكلام ده لما حصل عند لوكيش باهيا كان مولود عنده ولد وامه برضه توفت، فالحكايه مش قصه بنت وولد، اللي بيحصل اكبر مننا كلنا. واحد تاني اتدخل وقال لا اقف عندك، دي كانت حاله مختلفه، الوليه اللي ماتت دي بيتهم دايما في مشاكل، فام لوكيش بسبب الغضب شنقت نفسها مش بسبب الولد. العمده قال لهم خلاص كفايه بقى، الموضوع الاساسي ان ستات القريه الكبار بيموتوا، فعلشان كده بعد الجواز اول ما يحصل حمل والست تولد لازم نبعتهم يقعدوا بره القريه وما يدخلوهاش تاني ابدا، مفهوم؟ واحد قال له طب هنفضل كده لحد امتى؟ طلع علينا حل. العمده قال له يا عم الموضوع مش سهل بالشكل ده، قلت لكم دي مشكله قديمه جدا، بس انا مؤمن ان في يوم من الايام حد هيحل المشكله دي. وهنا بيدخل ابن العمده اللي بيكون اسمه رام، واول ما واحد من الناس بيشوفه بيقول للعمده وهو بيضحك اهو حضرتك قلت ربنا هيبعت لنا حد، طلع ابنك اللي جه هو ده بقى المنقذ. العمده قال له لو ربنا اراد ابني هو اللي هيحل المشكله دي، استنوا وشوفوا. بس دلوقتي رام كان مشغول في مشكلته الشخصيه، هو بيحب بنت اسمها مالي، والبنت كمان بتحبه، بس امها مفرقاهم عن بعض لانها خايفه لو مالي اتجوزت وخلفت يبقى جثتها هي كمان هتتحرق، فعلشان خوفها من الموضوع ده بتبعدهم عن بعض. وهو اول ما دخل كان عمال يبص عليها، بس ام مالي اول ما شافته خدت بنتها فورا ومشيت. وبعدها في الليل ومالي نايمه على السرير بترمي قشر الموز على الارض جنب السرير، وساعتها حد خبط على الباب وده كان رام، وهو جاي علشان يقابلها من ورا مامتها، لان هما الاتنين كانوا دايما بيتقابلوا كده وراها في السر. ورام سالها يا امك نامت؟ ايوه نامت. طب غمض عينيكي. ده ليه يعني؟ خلصي بس اعملي زي ما بقولك. واول ما البنيه غمضت عيونها المتحمرش قرب علشان يقبلها، بس هي على طول فتحت وشافته فزقته بعيد عنها، وهنا اتزحلق على القشره بتاعت الموز اللي رمتها، وصوت الوقعه كان عالي جدا. الصوت صح ام مالي فجريت علشان تشوف فيه، وشافت رام وهو بيجري وبيهرب فبتتعصب جدا، وراحت واخده مالي وراحت على بيت رام وفضلت تتخانق معاهم، وقالت لام رام ارجوكي وقفي ابنك عند حده، انا قفشته في البيت مع بنتي، الواد ابن التيت مش هيسيب البيت غير لما يخليها ام. هو ابوه كانوا واقفين يبصوا من الشباك اللي فوق، وابوه قال له ليه بس يا ابن حبيبي تعمل كده وتخش بيوت الناس في نص الليالي؟ ما عندكش اخوات بلاستيك يا حبيبي؟ قال له طب اعمل ايه؟ طب يا بابا انا بحب البت وهي كمان بتحبني، بس امها الظالمه مش سايبانا نشوف بعض، انت روح اطلبها لي واتكلم معاها في موضوع جوازنا، هي خايفه تتحرق الله يحرقها. ما عندها حق برضه يا ابني، اللي بيحصل مش سهل، بس خلاص ماشي انا هحاول اتكلم معاها. هو فعلا بيروح يتكلم معاها بيقول لها شوفي العيال بيحبوا بعض فلازم نجوزهم بقى، بس هي كانت رافضه رفضا تام وقالت له لا يا ابو رام ترضى للموت، البت لو اتجوزت هتخلف وساعتها حياتنا هتكون في خطر، ده غير انها لما تحمل هتبعتوني اصلا اعيش في المعبد اللي بره القريه، فليه انا اودي نفسي للهلاك بنفسي؟ البت مش هجوزها لو عملته ايه، ولا لاي ولد من القريه اساسا، هسيبها كده عانس جنبي. وسابت لهم القريه كلها ومشيت، والمكان الجديد اللي عاشت فيه جوزت منه البنت لواحد تاني،
ولما رام عرف اللي حصل قلبه بيتكسر جدا، وقعد يقول عمري ما كنت متخيل ان مالي تعمل كده، دي وعداني انها مش هتتجوز غيري، طلعت واطيه زي امها، الله يحرقك انت وامك في يوم واحد. امه قالت له لو فضلت قاعد هنا يا ابني هيجرى لك حاجه، اقول لك روح عند خالك ده عنده افكار جهنميه ودايما بيلاقي حلول لكل مشكله، يمكن يلاقي لك حل لمشكلتك. قال لها عندك حق، انا هقعد هنا اعمل ايه في البيت، انا فعلا هروح عند خالي. وهنا رام بيسيب القريه وراح المدينه عند خاله، بس هناك بيفضل يشرب وبيكرر في نفس الكلام، مالي سابتني ومشيت، هعيش من غيرها ازاي، انا مش قادر انساها. فخاله حاول يفوقه وقال له يا ابن اختي انا قلت لك من الاول بلاش تدخل في قصه البنت دي هتخرب لك حياتك، وها هي خربتها لك بما فيه الكفايه. وبنعرف ان خاله اصلا استاذ في التلاعب بالعقول، بيعرف كويس قوي ازاي يزرع فكره في دماغ حد ويخليه يقتنع بيها، وده اللي عمله مع رام، حط في دماغه ان مالي خلاص راحت وبقت لواحد غيره، وقال له انساها بقى وانا هديك فكره هظبط لك موضوع يخليك تلاقي بنت احسن من مالي وتحبك بجد. فرام بيقتنع وبيقعدوا الاتنين يشربوا كاس ينسيهم الاحساس. والصبح اول ما رام صحي من النوم صح خاله على طول وقال له امبارح قلت هتديني فكره، اديني الفكره بقى. ما كانش طالع معاه اي فكره، بس في اللحظه دي الراجل بتاع الجورنال رمى عليهم. اول ما الجورنال مسكوه بداوا يقراوا منه يمكن يطلعوا منه بفكره، ولقوا خبر بيقول مراسله وقعت في الحب اثناء لقاء صحفي واتجوزت الليله اللي فاتت، والخبر ده مكسر الدنيا. فاول ما خاله بيقراه قال له بص يا ابن اختي انا جات لي فكره، عندنا هنا في المدينه في بنات كتير جدا صحفيات في القنوات والجرايد وكتير منهم سنجل، انت اختار لك واحده منهم تعجبك واحكي لها على المشكله اللي في قريتكم، وبعد كده انت مش هتحتاج تعمل اي حاجه، هي بنفسها تجيلك لحد عندك علشان تعرف القصه، وبكده تكون كسبت البنت وهي كمان كسبت خبر، ده يمكن كمان المشكله اللي في قريتكم تتحل، يعني بكده تكون ضربت عصفورين بحجر. رام فرح جدا ولا الله الفكره الجامده دي يا خاله. وتاني يوم فورا بيكون واقف قدام شركه انتاج، وفي الوقت ده عينه بتقع على بنت، وسبحان الله من النظره الاولى حبها، فراح قال لخاله البنت دي اللي عجبتني يا خالي، انا اول ما شفتها كده حسيت بحاجه كده هزتني من جوايا، عارف انت الشعور ده؟ قال له ما تنشف كده ياض، شوف انا هعمل ايه. راح كلم السكيورتي بتاعها لحد ما طلع منه بشويه معلومات عنها، وعرف ان اسمها راتيكا وبنت قلبها طيب جدا، بس لو اتعصبت ما بترحمش اي حد. وبعد كده رام راح يكلمها وقال لها انا اسمي رام وقريتنا اسمها ناجي كوبالو، وعندنا هناك مشكله غريبه جدا ولو تسمحي لي يعني عاوز اكلمك عنها. تمام ماشي، بس اي كلام عاوز تقوله لي قولوا لي السكرتير بتاعي. لا انا لازم اقوله لك انت بس، ده ليه يعني؟ فبيقول لها الجمله اللي خاله قالها له، انا سالت جواه كلهم كانوا بيشكروا فيكي، بيقولوا عليكي موهوبه جدا وشخصيه جاده ومخلصه في شغلك، وعلشان كده حابب اتكلم معاك انت شخصيا. فبتفرح جدا بكلامه وقالت له طيب انا مشغوله دلوقتي، هات رقمك واتصل بيك واقول لك نحدد ميعاد. وفي اليوم ده الغلبان كان قاعد مستني مكالمتها بفارغ الصبر لحد ما في اخر اليوم رنت عليه فعلا وقالت له هنتقابل بكره الظهر. وفي الناحيه التانيه في القريه بنشوف راجل طويل عريض لابس هودي كان بيعمل حاجه هناك، بس فجاه كلب بدا ينبح عليه والمشهد بيقطع هنا. وتاني يوم رام وراتيكا اتقابلوا في مطعم وقالت له اتفضل قول لي ايه مشكله قريتكم. زي ما قلت لك قريتنا اسمها ناجي كوبالو، قريه صغيره في القرى اللي حوالينا، كل ما طفل يتولد الناس بتفرح وتحتفل، بس عندنا احنا في القريه لما طفل بيتولد الحزن بيغطي على المكان وست من البيت بتموت، والست دي بقى لا تكون جدته من ناحيه ابوه او من ناحيه امه. وتاني يوم بعد الولاده على طول بنلاقي جثتها متفحمه على شجره ومحدش عارف السبب ايه. سالنا الكبار اللي عايشين في القريه من زمن وبرضه ما يعرفوش، وحتى في ناس اصلا مش مصدقه اللي بيحصل. راتيكا قالت له دي حاجه غريبه فعلا، بس ليه مركز الشرطه ما اتدخلش؟ والشرطه هتعمل ايه حضرتك؟ لما بييجوا المكان الجريمه ما بيلاقوش اي دليل فبيمشوا من غير ما يوصلوا لاي حاجه. يعني ما فيش حد فيكم يعرف مين اللي بيعمل كده؟ انت مثلا عمرك شفت حاجه غريبه او شاكك في حد؟ وهنا رام بدا يحكي لها ان في ليله من الليالي وهو ماشي في المقابر شاف راجل طويل عريض، والراجل ده بيكون لابس هودي وكان بيحفر عند جثه حد. فانا رحت علشان اوقفه بس الراجل ده رمى تراب في وشه وجري، وعلشان اوقفه مسكت حته خشبه ورميتها على رجله لحد ما وقع، بس بسرعه قام تاني وكمل جري واختفى. وعرفت بعدها ان ده واحد مجنون هربان من قريه جنبنا. سيبك من القصه العبيطه بتاعتك دي، حكايه القريه بتاعتكم فعلا مثيره، وعلشان كده انا هاجي للقريه بتاعتكم واعمل تقرير عنها. وفي ناحيه تانية واحد من اهل القريه كان راكب عجله وراح لمشوار، بس فجاه حس انه عاوز يدخل الحمام فبيقف على جنب علشان يقضي حاجته، بس ساعتها شاف جثه محروقه متعلقه على شجره، ولما شاف المنظر جسمه كله اترعش من الخوف وجري على القريه بسرعه حكى للناس، وكل اهل القريه راحوا علشان يشوفوا وكانوا بيسالوا بعض يا ترى مين اللي ماتت دي كمان. وبالظن كده قالوا دي غالبا ام واحد اسمه مانيا اللي كانت مختفيه من ليله امبارح. واحد قال لهم طب ادام هي عارفه الخطر جات القريه ليه؟ هو احنا كل ما حد يموت هنحط الغلط عليه؟ لو الشيوخ الكبار والاجداد كانوا فعلا عاوزين يحلوا الموضوع وكانوا دوروا صح مين بيعمل كده كنا قدرنا نوقفه من زمان. وهنا شخص قال لهم بسخريه ده انتوا بتحلموا ولا هيعملوا اي حاجه، كل اللي هيعملوه هيجمعونا في مجلس القريه ويزعقوا لاهل الضحيه ويرجعوهم بيوتهم وخلاص. وده معناه ان القريه كلها كانت حاسه بالعجز وما بقاش عندهم ثقه حتى في مجلس القريه.
اما بقى في المدينه العلاقه بين رام وراتيكا بقت صداقه قويه، وراتيكا بعدها بتروح معاه على قريته بيعرفها على والده ووالدته، وامه حبت راتيكا جدا لدرجه انها بدات تتخيلها مراته قدام عيونها. وبعد شويه رام لاحظ ان راتيكا بتكلم واحده صاحبتها في التليفون وهي متعصبه، وبتقول لها انت ليه كذبت عليا، انا بكره الكذابين، وقفلت السكه وهي متعصبه. فقال لها انت شكلك ما بتحبيش الكذابين صح؟ ده انا بكره الكذب والكذابين موت. فبيفكر في نفسه وبيقول يا نهار ابيض انا كمان كذبت عليها. وقال لها طيب لو واحد كذب عليكي وبعدين جه قال لك الحقيقه تسامحيه؟ على حسب هشوفه كذب ليه. طيب انا كمان كذبت عليكي، وده بخصوص الراجل اللي كان لابس هودي. هو بيبتدي يحكي لها الحقيقه، والحقيقه ان لما رام رمى الخشب على الراجل وقع على خشبه لها سن ودخلت في جسمه جامد، فالراجل مات في ساعتها. وانا كدبت عليك عشان كنت خايف تعتبريني قاتل، مع اني والله ما كنتش قاصد اقتله، ولو عندك اي لوم عليا قولي لي. لا ما عنديش اي لوم، دي كانت مجرد حادثه مش جريمه متعمده، انت كنت بتحاول بس تمنع اللي بيحصل غلط في قريتك، وعلشان كده يا عم انا مسامحاك. وتاني يوم بدات تاخد تصريحات من كل الشيوخ وكبار القريه وتسالهم في رايكم كده ايه السبب في ورا كل اللي بيحصل ده. والكلام كان كتير جدا، واحد يقول ده شغل جن وعفاريت، وحد تاني يقول دي لعنه، واللي يقول دي خطه من مافيا الاراضي عايزين الناس تخاف وتسيب القريه علشان يسيطروا على الارض. بس اغلب الناس بيجتمعوا بيقولوا لا دي لعنه الاقطاعي زعيم الاراضي هنا في القريه زمان. بس واحده ست اتكلمت وقالت كلام مختلف تماما. جدي كان دايما بيقول ان حد من نفس القريه هو اللي بيعمل سحر اسود، بس لحد دلوقتي مش قادر يمسكه. فلما رام سمع الكلام ده قعد يفكر، وبعدها هو وراتيكا بيرتاحوا. ولما لاحظت ان هو سرحان سالته مالك يا رام بتفكر في ايه؟ بفكر في كلام الست اللي قالت ان في حد في القريه بيعمل سحر اسود، وحاسس ان الكلام ده ليه علاقه قويه باللي بيحصل، لان الراجل اللي شفته في المقابر كان شكله بيعمل طقس او طقوس غريبه، بس الراجل ده مات دلوقتي، وبرضه اللي بيحصل في القريه مكمل، يعني غالبا هو مش لوحده وفي ناس تانية معاه. في اللحظه دي كان راجل شغال في الحقل بتاعه سمع كلام رام وقال له انا عاوز اقول لك على حاجه. من يومين بس كنت في الغابه بالليل وكنت رايح علشان اصطاد الارانب، وفضلت فتره طويله ادور وما لقيتش ولا ارنب، وبسبب كده اتاخرت في الليله دي. وانا راجع في الطريق تهت ولمحت مكان معلقين فيه على الشجر عرايس، ودي العرايس اللي بيستخدموها في السحر الاسود. فلما سمعتك بتتكلم عن السحر الاسود قلت لازم اعرفك باللي شفته. طيب تقدر تاخدنا للمكان ده؟ ايوه طبعا ده انا فاكره كويس جدا. وفي الطريق كانوا راكبين العربيه والليل خلاص ليل، بس بسبب كثافه الغابه ما عرفوش يعدوا بالعربيه منها، فنزلوا وكملوا مشي على رجلهم. وبعد شويه وصلوا لنفس المكان اللي الراجل كان تايه فيه قبل كده، ولقوا فعلا العرايس بتاعت السحر الاسود متعلقين على الشجر حوالين المكان. وفي حته بعيده شويه كانوا شايفين نار مولعه، فبداوا يتحركوا ناحيه النار دي، بس كل ما كانوا بيقربوا بيسمعوا صوت تلاوه تعويذ او تعزيم سحر، والصوت اللي كان بيقرا التعويذ دي بيكون صوت واحده ست. لحد ما وصلوا شافوا اللي بيحصل كله، في ناحيه تمثال كبير لصنم، وعلى الناحيه التانيه جثه ست مرميه على الارض، وفي النص قاعده واحده عجوزه بتقرا تعويذ وبتعمل طقوس سحريه ملامحها بتخوف جدا. وهنا فجاه الراجل اللي كان لابس هودي ظهر وهو بيكون ماسك طبق في ايده، فرامت صدم وقال ايه ده؟ مش ده اللي مات؟ ازاي رجع حي؟ هو بيفهم على طول ان الاتنين دول اكيد ورا كل المصايب اللي بتحصل. هو بدا يصرخ زي المجنون وبيقول لها انت السبب في لعنتنا واكيد مسؤوله عن موت ستات القريه، وجري عليها علشان يضربها. بس هي وقفت وقالت استنى يا ابني انت فاهمني غلط، انا ما قتلتش حد، ده انا بالعكس بحاول الاقي حل لمشكله القريه. يعني مش انت اللي ورا اللي بيحصل؟ امال مين؟ ده شغل روح شريره اسمها سافيتري. وبتبدا تحكي لهم حكايتها، ودي بنت دخلت بيت الاقطاعي زمان اللي كان صاحب الاراضي وكانت زوجة ابنه، وللاسف ما كانتش عارفه ان ده اسوأ قرار خدته في حياتها، لان الاقطاعي مات من زمان، واللي كانت مسيطره على كل حاجه في البيت في الوقت ده ست قاسيه جدا ومتكبره اسمها تشاندوري. هو كان كلها اما ان سافيتري تخلف ولد، وده علشان السلاله تكمل. بس كل مره سافيتري كانت بتحمل في بنت، 4 مرات ولدت بنات، وما لحقتش حتى تشوف وش بناتها لان تشاندوري كانت بتخليهم يقتلوهم فورا. وبعد البنت الرابعه تشاندوري قررت ان سافيتري مش هتجيب الولد ابدا، وقالت لابنها شنكار انت لازم تتجوز واحده تانية. بس شنكار رفض وقال لها لا يا انا بحبها جدا ومش هقسم قلبي مع حد غيرها. بس هي بدات تخطط تطردها، وقالت للراجل بتاعها وايدها اليمين اللي بيكون اسمه اماتيا طول ما سافيتري في البيت ابني مش هيتجوز تاني، روح خدها ووديها حته بعيده عن هنا. وسافيتري لما سمعت الكلام ده جريت رمت نفسها تحت رجل حماتها وترجتها وقالت لها ارجوكي سيبيني في البيت، انا مش عايزه ابعد عن جوزي، جوزي ل100 واحده لو حابه، بس سيبيني اعيش هنا في اي ركن جنبه يكفيني اشوفه قدامي وهكون راضيه. لكن حماتها كان قلبها زي الحجر، الكلام ما اثرش فيها، وقالت لها انا تشاندوري القرار اللي باخده ما برجعش فيه. وكمان ما اكتفتش بكده، دي كمان حملت سافيتري كل الذنب واتهمتها في شرفها، انت اكيد قبل الجواز كنت مع واحد تاني وعلشان كده ربنا بيعاقبك وما بتجيبليش الولد، واحنا اللي بندفع ثمن غلطتك وسلالتنا بقت في خطر بسببك. الكلام على شرفها وجعها جدا، ولانها كمان كانت مكسوره من موت بناتها الاربعه اتعصبت لدرجه انها مسكت رقبه حماتها وكانت ناويه تقتلها من كتر غضبها، وده علشان عرفت انها موتت عيالها البنات.
لكن في اللحظة دي أماتيا مسكها من شعرها وبعدها عن تشاندوري، وتشاندوري كانت هتتجنن من الغضب وقررت إنها تخلص على سافيتري. كانت بتصرخ فيها زي المجنونة وبتقول لها إزاي تتجرأي تمسكي رقبتي؟ ده أنا هموتك موتة، روحك نفسها بعد ما تموت هتفضل فاكراها. ربطت حبل حوالين بطن سافيتري وعلقتها من وسطها، فبقت بتتخنق وبتتلوى من الألم، وفوق ده كله ولعت فيها نار، وكانت واقفة بتتفرج على عذابها وهي مبسوطة. وفي اللحظة دي ابنها شنكار جه وشاف المنظر، وهو من غير سافيتري ما كانش هيقدر يعيش، فمسك سكينة وذبح رقبته بنفسه. ولما تشاندوري شافت ابنها بيموت اتهزت من جواها. هي كانت بتحاول تحافظ على نسل العيلة، بس في الآخر السلالة نفسها اتقطعت. أما بقى سافيتري فتحولت لروح منتقمة، ومن يومها كل ما تتولد بنت في القرية هي بتشوف في جدته أم البنت صورة تشاندوري نفسها، وبتفتكر فيها عداوتها، وبتروح طبعا علشان تاخد بطارها منها، وده عن طريق إنها بتسحب الضحية وبتعلقها في نفس الشجرة وتولع فيها. وهنا الساحرة العجوزة بتقول لهم أنا بعمل الطقوس دي علشان أحرر روح سافيتري وأبرد عندها روح الانتقام، والطقس اللي أنا بعمله هيفضل مستمر ل3 أيام، وبعد ما ال3 أيام دول يعدوا أوعدك إن كل حاجة تتحل. رام قال لها لو كلامك حقيقي فإحنا مش هنعطلك، وبعد 3 أيام هرجع لك ونشوف بقى أنت وصلت لإيه. بس في الطريق وهو ماشي قال أنا مش مقتنع بكلام العجوزة دي، حكاية الإقطاع دي ناس كتير بيحكوها وأنا حاسس إنها بتستغلها كحجة، وألفت لنا قصة من عندها علشان نصدقها، وعلشان كده أنا وارجع هناك من وراها وراقبها. راتيك قالت له استنى يا رام، انت مش محتاج تروح تاني، انا كمان شكيت فيها، فعلشان كده خبيت كاميرا هناك من غير ما تحس، ومنها هنقدر نشوف كل اللي بيحصل ونسمع كمان كلامهم. بس اولا نلاقي شبكة. بدأوا يحركوا العربية يمين وشمال يدوروا على شبكة لحد ما اخيرا لقوا اشارة وقدروا انهم يفتحوا الكاميرا، والصدمة ان هنا بيظهر الوجه الحقيقي، وبتكون هي نفسها تشاندوري اللي دلوقتي بقت ساحرة، والراجل اللي معاها واحد من نسل أماتيا اللي كان الراجل بتاعها واسمه فيدورا، واللي مات قبل كده ده ما كانش هو، ده كان توأمه اخوه الشبيه. والكلام اللي قالته عن ان روح سافيتري هي اللي بتموت الستات ده في جزء منه حقيقي، بس اللي ورا الكواليس واللي بيحركها هي تشاندوري نفسها بتتلاعب بروح سافيتري وبتستغلها. واللي بيحصل فعليا ان كل ما بنت بتتولد في القريه تشاندوري بتسكن جسم الجده او الحما، وبتتظاهر قدام روح سافيتري انها تقتل الطفله، وسافيتري اول ما بتشوف المشهد ده بتعمل المستحيل عشان تنقذ البنت، لانها بتشوف فيها صوره بناتها اللي اتقتلوا. وفي الجدة أو الأم بتشوف صورة تشاندوري نفسها، خصوصا إن فعليا الجدة دي بتكون ملبوسة بروح تشاندوري، وساعتها هي بتتخيل إن تشاندوري رجعت تاني علشان تقتل بنتها للمرة ال5، فبتهاجم الست الملبوسة وبتستخدم نفس الحبل واللي بقى هو سلاحها دلوقتي، وبتلف حوالين رقبة أي ست لحد ما بتوصل بيها لنفس الشجرة وبتعلقها وبتولع فيها. وطبعا روح تشاندوري قبل ما الحبل يولع بتكون أصلا خرجت من جسمها، فتموت ست غلبانة بريئة من غير ما تبقى هي السبب المباشر في الصورة. وروح سافيتري ما تعرفش الكلام ده لانها روح محبوسه في دايره واحده بتعيد نفس الحدث ونفس الانتقام مره ورا التانيه. وتشاندوري بتستغل النقطه دي في سافيتري علشان تخليها تقتل الناس المساكين بالنيابه عنها. بس هنا السؤال، تشاندوري بتعمل ده كله ليه وبتكسب ايه من وراه؟ الحقيقه ان كل ما سافيتري بتقتل ناس ابرياء قوه سافيتري بتضعف، لكن تشاندوري في المقابل قوتها في السحر بتزيد جدا، وعلشان الطقوس اللي هي بتعملها دي تمشي صح بتحتاج لجثث بني ادمين، وده السبب ان اخو فيدرو التوأم بيروح للمقابر وبيطلع الجثث. وغير كده تشاندوري كانت بتقدم قرابين من الحيوانات برضه، والليله دي كانت ناويه تعمل اخر طقس ليها، يعني مش بعد 3 ايام زي ما بتقول، النهارده هي الليله الحاسمه لانها ليله القمر الاحمر، والليله دي مش هتقدم حيوان، دي هتقدم طفله كقربان، وبيكون في طفله ملفوفه فوق قماش ابيض ومغمى عليها مش بتعيط ولا بتتحرك، فعلشان كده محدش خد باله منها، وام الطفله كانت مرميه ورا مغمى عليها بعد ما ضربوها وخطفوا بنتها. اتصدموا جدا اول ما سمعوا الكلام ده في الفيديو، وعيون رام بقت دم من الغضب، وتوعد انه مش هيسيبها ابدا. فراتيك قالت له يا رام اعمل اي حاجه بسرعه، دي هتقتل البنت. فرام جري بسرعه علشان ينقذ الطفله، وراتيكا راحت تجري على القريه عشان تنبه الناس. بس في الوقت ده القمر الاحمر ظهر وتشاندوري بتبدا الطقس، كانت عامله على الارض رمز شيطاني وطلبت من فيدورا يصحي الطفله، وفيدورا بيشممها اعشاب مخدره عكسيه بترجع لها وعيها تاني. والبنت اول ما فاتت كانت بتعيط، وصوت العياط وصل لروح سافيتري اللي حست ان الطفله في خطر، فظهرت فورا في المكان. وتشاندوري طول السنين اللي فاتت كانت بتعمل نفس المسرحيه دي، بتتظاهر انها تقتل طفله وده علشان تستدعي سافيتري، ولكن الليله دي كانت فعلا ناويه تقتلها، والمره دي مش لابسه جسد ست كبيره، دي واقفه بجسدها السحري قدامها. ورغم كده سافيتري ما كانتش قادره تعمل لها اي حاجه، لان تشاندوري كانت مجهزه الفخ. اول ما روح سافيتري ظهرت اتشدت تلقائيا ناحيه الرمز السحري واتحبست جواه، وبقت مهما تحاول ما تقدرش تطلع. وتشاندوري بدات تقتل الطفله قدامها، ولكن فجاه بتكتشف ان مفيش اي طفله في مكان الذبح، وان رام واقف بعيد شويه شال الطفله اللي كان دخل وخدها في الوقت الصح قبل ما تقتلها. وسافيتري بتفرح جدا لما شافت كده، لكن تشاندوري اتجننت وامرت فيدورا انه يجيب لها الطفله باي ثمن. ورام حط الطفله في مكان امان على جنب ودخل يتخانق مع فيدورا،
وبعد معركة طويلة قدر يتغلب عليه، بس تشندوري هجمت على رام من ورا، ضربته على راسه وخدت الطفلة وجريت. وهنا رام بالعافية وقف على رجلي تاني، حاول يمنعها بس فيدورا رجع يهجم عليه، ورام لما ضربه وقعه جوه الدايرة بيقع فوق الأدوات السحرية، والشيء اللي في قوة السحر بيتحرك من مكانه وبيتكسر، وبكده يكون الطقس انهار والفخ السحري بيتفك. فروح سافيتري بكل سهولة بتخرج من السجن، وأول حاجة عملتها بعد ما اتحررت إنها هجمت بالحبل بتاعها على تشاندوري، لكن تشاندوري استعملت قوتها السحرية واتفادت الضربة، وكمان قدرت إنها تختفي بتبقى غير مرئية لسافيتري، وده نفس الأسلوب اللي كانت بتنجو بيه دايما، بتختفي عن عيون الناس مع إنها لسه موجودة في المكان أصلا. وفي اللحظة دي الطفلة فاقت وبتاخد بنتها بسرعة وبتمشي من المكان، وتشاندوري ما كانتش قادرة تمنعها لأن وقت القمر الأحمر خلاص خلص والطقس بيكون محتاج خسوف جديد. ومن هنا قررت تستنى القمر الأحمر اللي بعده، وبتبعد عن سكة رام اللي بوظ لها كل حاجة، بس بتأمر فيدورا إنه يقتله. ووقت ما كان داخل معركة مع رام، تشاندوري راحت عند روح سافيتري وفضلت تسخر منها وتستفزها وقالت لها: مالك يا مرات ابن الحلوة، أنا واقفة قدامك أهو، لو عندك الجرأة امسكيني. وكانت بتقول لها الكلام ده وهي بتضحك بصوت عالي، وسافيتري أساسا ما كانتش شايفاها، سامعة صوتها بس، لكن من الصوت بتبدأ تحدد مكانها لحد ما الحبل بتاعها لف العصاية، ودي عصاية السحر بتاعتها، وبدأت تشد فيها بكل قوتها علشان تسحبها، بس ما كانتش قادرة لأن موت الأبرياء على مدى السنين دي كلها خلى روحها ضعيفة. وفي نفس الوقت فيدورا خسر قدام رام، وفي الآخر رام مسك صخرة كبيرة ودمر دماغه بيها لحد ما مات. ودلوقتي تشاندوري كانت مختفية بس عن عين سافيتري، لكن بالنسبة للبشر كان الظهر عادي. فرام شاف إن سافيتري محتاجة مساعدة، وبص لقى في الشجرة نفس السكين، الخنجر الكبير المغروس فيها من أيام، سحبه ورمى ناحية تشاندوري، قطع لها ايديها اللي ماسكة العصاية، فالعصاية السحرية بتاعتها بتقع وبتتكسر، والسحر اللي كان مخليها غير مرئية انهار. فهنا سافيتري قدرت إنها تشوفها بكل وضوح، وساعتها لفت الحبل بتاعها وعملت منه مشنقة، رميته على رقبة تشاندوري ومسكتها، جرجرتها على الأرض لحد الشجرة وبتعلقها من رقبتها. ومش بس كده، دي طلعت نار من بقها وولعت فيها، وكانت بتتفرج عليها وهي فرحانة، وبكده أخيرا يكون انتقامها اكتمل. وفي الوقت ده راتيكا وصلت مع كل أهل القرية وشافوا كل اللي حصل قدام عيونهم. ورام بعدها جاب الطفلة قربها من روح سافيتري ولمست الطفلة بكل طيبة، وبعد اللمسة دي بتختفي. وبعد كده أهل القرية بيشكروا رام بشدة، وأبوه كان فخور جدا إن كلامه طلع صح وإن ابنه فعلا هو اللي حل المشكلة. والناس فرحوا لدرجة قالوا أول فرح هنعمله في القرية بعد اللي حصل لازم يكون فرح رام. زمان محدش كان راضي يجوز بنته الرام، لكن دلوقتي كل واحد عاوز يجوز له بنته. بس هنا خاله اتدخل بينهم وقال: استنوا سيبوا البنت اللي مكتوبه له هي اللي تختار، والبنت دي مش بعيدة، دي واقفة جنبه. ورام خد خاله على جنبه وقال له: انت ايه اللي انت بتهببه ده؟ لازم انت تفاجئها كده وتفاجئني قدامها؟ طب اديني فكرة اي حاجة عن الموضوع. بس في الاخر العروسين بيتجوزوا. فاتمنى الملخص يكون عجبكم، وبس كده، السلام عليكم.